الوسط لفرحان جبران لفرحان، ومن فرحان لعطية الله. عطية الله يلعب الكرة على مستوى الخط الأمامي. هذه فرصة ودادية، الدخول داخل منطقة الجزاء، محاولة الاستلام، فرصة الهدف، جول! يأتي الهدف من جانب الوداد، يأتي على مضض من الوداد، والمباراة تصبح أفضل الآن من الناحية الهجومية للطرفين. عملية منسقة على مستوى الخط الأمامي، عملية منسقة في الخط الأمامي، والوداد من جونيور سامبو يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل 1-1. الوداد يعود، الوداد يعود في لقطة جانبية كان فيها تدخل من جانب الحارس، لكن لم يتمكن من ايقاف الكرة بالشكل السليم. لاحظوا انطلاقة بهذا الشكل، استعانة تمريرة من افضل التمريرات مثل هذه. يعني تفكرنا مايسترو التمريرات طار الخلج يعني في المونديال 98 على هذا الشكل بهذا الاسلوب، يعني ايام باستيرو كاماتشو. نعم، ونشوف هنا اللقطه والطريقه الهجوميه والهدف، لانه كان خطا على مستوى التغطيه. هذا الدودي انزل الكره مشات مباشره صوب الحارس، الحارس لم يتمكن من احكام السيطره، لم يتمكن من ايقاف الكره بالشكل المناسب.